على التعادل الإيجابي النهاردة. محمد شعبان النهاردة يا سادة فرح كل الجمهور الأهلاوية، وقال إن الأهلي ما شاء الله عليه يتألق ويبدع، وقال إن خسارة النادي الأهلي يخرج النهاردة بدون فوز. النادي الأهلي هو اللي كان الأفضل، هو اللي كان الأمتع، هو اللي كان الأروع، هو اللي كان بيعمل كل حاجة في الكورة. هجمات بالجملة من المهاجم الفلسطيني بتضيع النهاردة بطريقة غريبة وعجيبة. لو في شوية حظ النهاردة مع النادي الأهلي كان قدر النهاردة إن النادي الأهلي يخرج بفوز كبير أوي أوي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ولكن في النهاية نقدر نقول إن النادي الأهلي إن شاء الله يقدر يحسم كافة الأمور هنا في استاد القاهرة، وإن شاء الله بعون الله يدخل 50,000 مشجع للنادي الأهلي، ويكون ملحمة كروية كبيرة جدا جدا. والنادي الأهلي عرفنا وأكد لينا إن هو رغم الضغط الجمهوري ورغم إن هو بيلعب في الحر، إلا إن النادي الأهلي فريق كبير وبيقدر إنه يعدي الأمور بكل سهولة. ألف مليار مبروك لكل الجماهير الأهلاوية. وعايز أطمنكم على أكرم توفيق، أكرم توفيق بخير والحمد لله، وإصابة كده خضتنا عليه، ولكن دلوقتي إدارة النادي الأهلي بتطمن الجميع إن أكرم توفيق الحمد لله بخير. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.